ازيكم أصدقائي؟ النهاردة يوم جديد ويوم سعيد لنا كلنا كزملكاوية، لأن الزمالك يكون بيلعب دايما بنكون كلنا سعداء. كمان الزمالك يقدر يفوز، الزمالك يفوز على سيراميكا 2-0 في مباراة كبيرة تكتيكيا. والله مش عشان كسبنا، حتى لو كنا خسرنا برضو كنا نقول مباراة كبيرة. اللعيبة لسه جديدة، مدرب لسه جديد، لسه بيتعرفوا على بعض. الزمالك طبعا عمل مباراة كويسة، سيراميكا فريق كبير، فريق محترم، بنلاعب مدرب كويس، مدرب كبير في الدوري المصري. كانت مباراة صعبة، قدرنا نخلصها 2-0. طبعا الجول الأولاني أحرزه ناصر ماهر في الدقيقة 84 من أسيست من الوافد الجديد آدم كايت. استلمها لف بيها وشاطها حطها، خبطت في المدافع رجب نبيل ودخلت. في الدقيقة 98 بننهي الصورة بشكل كويس، ومحمد شحاتة هيجيب جون عالمي من نص الملعب. قطعها وهو بيقع، شاف محمد بسام متقدم، شاطها من نص الملعب جابها جول. هدف عالمي في الدقيقة 98. وأحرزنا التلات نقط في بداية الموسم. هي واحدة واحدة نقدر متوشة تيجي، اللعب يجي. اهم حاجه الاول الثلاث نقط، والاداء هيجي بعد كده. طبعا لسه في لعيبه ما لعبتش ولعيبه لعبت، والماتش الجاي لعيبه هتلعب ولعيبه مش هتلعب، لحد ما يحط ايده على التشكيله الاساسيه باذن الله. كلنا ندعم نادي الزمالك، وباذن الله نبقى في حته تانية. الروح النهارده كانت موجوده، كانت فوق الخيال. احلى حاجه في المباراه الروح، وطبعا جماهير الزمالك محدش يعلى عليه. ده اللي كان النهارده في مباراه الزمالك. سلام.